سلام حبوباتي، كيف راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملح وبصحة جيدة. اليوم جبت لكم فيديو جديدة وان شاء الله تنال اعجابكم، اللي هي حنديروا مع بعض بوراك السنيوة اللي راهو داير حالة. واش نسحقوا حنا في المقادير؟ نسحقوا كاس تاع سميد يكون رطب، 3 كيسان تاع الفارينة، نسحقوا نص باكي تاع الخميرة تاع الحلوة والملح، ونلموه بالماء ونخلوه يريح. هذه هي. انا نخلط المكونات مع بعض، ونسيت ما قلت لكم ثاني كنزيدوا له 2 مغارف تاع الزيت. اللي اول مره تشاهد القناه تاعي نقولها، اذا كنتي اول مره تشاهديها ما عليك غير ديري لي ابوني والضغط على الجرس باش يلحقوك كامل لي فيديو جديد اللي نحطهم. كما كتشوفوا بعد ما ضفت هذوك 2 مغارف تاع الزيت، نبسس الاخرى تاع الفارينه مع هذاك السميد باش تدخل هذاك الزيت لداخل. كي يتبسوا مليح نضيف عليهم الماء ونبدا نلم في العجينه تاعي. كي تشكل العجينه نعجنها واحد 10 دقائق هكذاك ونخليها تريح واحد 20 دقيقه باش نبدا نخدم بها. هذيك العجينه تاعي بعد ما دلكتها كما قلت لكم 10 دقائق نخليها تريح. نديروا مع بعض الحشو. وش نحتاجو حنا في الحشو؟ عندي صدر تاع الدجاج كنت قطعته دي مرسو صغار كاريات كما كنتو تشوفوا. هكذا دي مرسو كاريات صغار. وقطعت حبة تاع الفلفل طرشي الاحمر، وحبة تاع البصل قطعتها كيف كيف تاني كاريات كما كنتو تشوفون. حمست هذاك البصل مع الطرشي مليح. كي تحمسولي ضفت عليه هذاك الصدر تاع الدجاج، ودرت شويه ليزيبيس، شويه ليزيبيس تاع الدجاج، وشويه تاع الملح، وشويه تاع فلفل الكحل. كما كنت تشوفوا هذيك العجينه تاعي بعد ما ريحت حنقسمها انا على 4. ودرت هذاك الخليط السحري. واش درت فيه؟ درت فيه كاس تاع الزيت مع 2 مغارف كبار تاع المايزينا، ودرت لهم شويه ليزيبيس تاع الدجاج باش ولات لي هكذاك صفرة. دوك نجي نحل العجينه تاعي بالزيت كما كنتو تشوفوا. كي نحلها مليح نضيف على هذاك الخليط اللي قلت لكم عليه، هذيك المايزينا مع الزيت، باش نورقها نطبقها كي المسمن وتخلوها تريح. ومن بعد تكملوا كامل العجينه اللي عندكم ديروها بنفس الطريقه وخلوها تريح. من بعد روحوا للاولى تكون ارتحت لكم مليح، ومن بعد فتحوها تاني وديروا لها الحشو لداخل. دوك تشوفوا المراحل، هاني حطيت لكم المراحل كامل. هالي كان نفتح فيها وحندير لها انا الحشو هذا، وحنزيد لها فرماج رابي. اللي ما عندهاش ماشي بسيف تزيد تقدر تستغنى عليه، بصح بالفرماج تاني كيجي بزاف بنين.
وانا هنا بعد ما كملت درتهم في السني وبعدتهم ودهنتهم بشويه تاع صفار البيض من الفوق باش تجيكم حمراء شابه. وهملك البرك التوعي في طبق التقديم ان شاء الله يكونوا نانو اعجبكم. في وصفه قادمه ان شاء الله نقولكم الصحه رمضانكم وصحه فطوركم. مع السلامه.